ايوه يا حاج، صباح الخير يا حاج. اهلا وسهلا يا ابو مصطفى. ده النهارده الفطار بقى، والاستاذ اشرف جهز لك الفطار اهو. والله يا اشرف ما شاء الله، يعني الفطار فول وطعميه وحلاوه ومربى وعصير وفاكهه وما شاء الله يعني. كويس. يعني الشغل ممتاز جدا. الحمد لله، يعني ما قصر معاك يا حاج في لا لا ابدا ما قصر. فطور بليمونه يا ابو مصطفى. بالليمون. بس لو كان عمل شويه حبتين بيض مع قطعتين مرتديلا. المشكله المرسيديلا بترفع الضغط. لا مين قال لك بترفع الضغط حسب التوجيهات اللي بتدولها من الخرطوم. مين اللي قال لك؟ قالوا لي فطور فول بس. بس فول؟ بس فول. وجيه عربيه طوالي. طبعا. يعني الله يا استاذ اشرف، انا شايف ان انت باذل مجهود جميل قوي يعني، ولكن برضك الحاج لسه برضك في حاجه الحاج مش راضي عنها ولا ايه مش عارف. والله طبعا الحاج بيكون مشتاق لفطور السودان. يعني عايز يجيبوا له قراصه والملاح الابيض. ده ايه الجراسه دي بقى؟ لان القراصه من الوجبات عندنا السودانيه تاكل قراصه بالتقليه، قراصه بالدمعه، قراصه يعني هنا اخوانا تعالوا خلاص كده. تعالوا حصلونا. فدي من اكلاتنا في السودان يعني. عصيده بالملاح برضه دي وجباتنا في السودان. عصيده بالملاح. بالملاح. الفلفل دي طبعا مشتركه بيننا وبينكم. طيب. طبعا مو والد ما بياكل، دي بتاعتنا احنا انا وعديلي هاني، طوال الفلفل دي يعني تجيب الملاح مستمره بيننا. انا جبت لك ليمون ما في. طب توكل يلا يا اشرف يلا. خلاص هنيجي وان شاء الله نبدا، والحاج كان قاعد في الشمس. فين زيت؟ عاوز زيت؟ ما عندنا زيت زيت. جوا في صوالح. في الفول هنا ما عندنا زيت. وصلنا نضيف فيها شنو؟ انا والله ما ضبطها، لكن المره اللي فاتت لما ضبطها كانت يعني لسه ما خلصت اصلا.